ميركاتو نتاع كورة ولا نكاو لا علاقة بينا، هما لا علاقة، ما يمثلوناش وما نعرفوهمش. أنا واحد الناس ما نعرف حد فيهم وماني مستعرف بحد فيهم وما نحدث حد فيهم. كهو احنا الشعب التونسي عطينا ثقة في برشا أحزاب، ونورمالمون معناها واحد عنده مبدأ في حزب معين ما ينجمش ينتقل من هكا من حزب لحزب معناها. هذا رأيي أنا وكا. بالطبيعة حاجة مش مقبولة حتى طرف معناها ظاهرة يولي الإنسان يخمم في الأمور المادية أكثر، مش في مصلحة الشعب التونسي المعلق عليه الآمال نتاعو الكل. والله هم مش يخدموا البلاد، فما ضربوا تونس، ناس تقف على تونس، لازم يخدموا على الوطنية كما الناس كل محطوطة في الدونجي هذا في الخطر هذا، لازم هم زاد يحسبوا رواح، خاطر الناس كل على التوانسة كل. هو مش يعطي رشوة باش يمشي من الحزب للحزب، من بعد باش يجي راس ماله باش ياخذ مجلس التأسيسي. فهمني؟ أبارسا تحيا تونس وان شاء الله يخموا بالكدا كهو قبل ما نعملوا اي حاجه. ما عندوش دم وما عندوش وطنيه، كهو لازمنا كنا نخفوا على تونس، وما لازمش واحد يمشي من حزب لحزب بيان سور، مش يعني اي واحد تشريه الفلوس، خاطر قبل اللي يشروهم الفلوس خرجوا تو سامبلومون. حيت مصلحه البلاد اختي، ايش باش نقول لك، توا البلاد داخله في حيط ما فهمنا حتى شيء، الاحزاب الكل هذيا ما فهمني، والله انا واحد من الناس ما فهمت حتى حزب اللي قاعد ماشي به، وفرجها ربي كهو. توا كل شيء شالت بها الدنيا النار، شوف من ناحيه حتى الواحد في المعيشه نتاعو. انا نصور في 15 دينار 15 دينار 5000 فرنك، كنت ها الكفارتها نعبيها ب 5000 فرنك، اليوم ب 20 دينار وما نعبيهاش. ظهرت معناتها تنقل النواب من حزب لحزب، نتصور معناتها موتيفي باغ لارجون، نتصور معناتها حاجه عاديه اغراءات كبيره وسلطه معناتها تسكر كما يقولوها، واحد يسكر بالسلطه. هذا اللي راه فيه، بيسكو تخليو على مبادئهم معناتها، بيسكو المال ولا يطغى على كل شيء، بالنسبه لي انا معناتها تخليو على مبادئهم، معناتها ماهمش اونيت في الحكايه هذيا، فهمت؟ مبادئ على الشراء والفلوس تغطى على كل شيء. الغالب هو منطق الفلوس، ما عادش الغالب منطق دي فالور هيومان معناتها اللي باش كي ميت اون كيستيون، فهمت؟ هذا اللي راه فيه. فما عباد اللي ما عندهمش ماهيش بقعتهم غاديكا، معناها الظروف حكايه اللي الواحد القايمات جابت عباد اللي ما عنده حتى نيفو وماهيش بقعته غاديكا، يطمعوه ب2 ملايين ب3 ملايين، يسلم يخرج منهم في غاديكا، هو ما عندوش مبدا جمله. وذاك علاش قاعدين نعانيو توا، وقاعده البلاد متعطله بهالجماعه هذوما. انت وقت تشوف فما عباد من اللي بدا المجلس عامين توا عنده كذا عمره ما تكلم كلمه، ما عنده ما يقول، عنده وقت التصويت او كرا الواحد نتاعهم كيما برشا في النهضه وكما كذا ما يتكلموش، قاعدين باركين، فهمتني ولا لا؟ هز المعلم القدامي يده يهزوا هما الشيف دوركستر نتاعهم، هذيك هي سكيفي حاله مكربه. وقت راه تونس وما ادراك وتاريخها وعبادها اللي كانوا فيها باش يجيو جماعه كيف ما هذم يسيروا ويقول لك احنا السلطه عندنا واحنا نعلم واحنا نعملوا. باش تعمل انت؟ باش تعمل انت؟ سلطه عندك عامين ما عملت حتى شيء، والبلاد متعطله، وتشوفوا حاله البلاد واقفه، الدنيا الكل واقفه، لا تجاره ماشيه لا خدمه ماشيه لا حتى شيء ماشي، وهذاك الموجود. وربي يسترنا على خاطر خايفين من المستقبل. والله بالنسبه للبلاد هذه، البلاد هذه دخلت في حيط والناس كل قالتها الكلمه هذه هي الكلمه الوحيده اللي باش تمشي عليها الناس كل. بالنسبه للبلاد هذه ما تشوفيش منها حتى خير، تو من بعد 20 ولا 25 سنه الا الكبار كل ما تمشي يبدا الشباب هو اللي باش يجيبها. انا نراها لا اخلاقيه بالمره، ماهيش تصرفات جديه، ماهيش تصرفات نتاع انسان سياسي بالحق، معناها ماهيش منطقيه، لا معقوله ولا منطقيه ولا اخلاقيه على جميع المستويات. ما نعرفش ما يستحقوا حتى شيء، فريمون يخرجوا من السياسه خير. والله عيب اللي قاعد صاير هذا، ناس متثقفه وكل ما يجيش باش يعملوا هذايا، وربي يهدي. انت كنايب كنت تخبك معاش حزب اكس، حزب معين، انت مش تدافع على البرنامج اللي مشيت بيه، قالوا لي نجم يكون هو معناتها العكس نتاع البرنامج نتاع الحزب اللي مش يمشي له مره ثانيه، هكا ولا؟ معلش نعطيك اكزومبل تاع البحر جلاس اللي مش يعمل قنطره من تونس لايطاليا. ما فماش اخلاقيات في السياسه تو بعد 14 عام، ما فماش اخلاقيات في السياسه جمله،
لا تحكي لي لا على النواب ولا على اللي شادين في الحكومه ولا على المعارضه ولا غيره. ما فماش اخلاقيات، الناس الكل تجري على المصالح والناس الكل تجري علاش الناس الكل تجري لمصالحها الخاصه، هذا هو ما فماش اخلاقيات جمله. هي مزات نواب لله، هي ولا دار معلمه فهمتي، هما انتخبوهم فهمت ولا باش يعاونوا الشعب فهمتي، فيما يخص الشغل، فيما يخص فهمتي ولا المعيشه، فيما يخص فهمتي في برشا حاجات لله. دار معلمه انا نراه ما عادش نواب لله، وين النواب؟ مهزله كبيره، مهزله كبيره. انا مجلس التاسيسي هذايا مازال موجود ويحكيوا على الشرعيه ومازالوا يكتبونا في الدستور ومازال واحد. الناس هذوما ما عادش عندهم وجود اصلا في البلاد. اخطر ظاهره واكبر ظاهره تاع رشوه ومتاع شريان ومتاع بيعان وكل شيء. يعني انا نتصور كمواطن الناس هذوما ما عادش يلزموا حتى حد، وحد الدستور باش يكتبوه ما يلزمناش.